مشاهدينا اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من مصر قريبه. زي ما انتم شايفين انا في وسط اللون الازرق الرائع بكل درجاته، موجوده في مرسى مطروح. مرسى مطروح الرائعه زي ما انتم شايفين كده. انا على لانش ومشغلين اغاني مصري ومعانا اجانب، وفوق زي ما انتم شايفين ورايا انا حابه زي الناس اللي فوق دول. بصوا كده الناس اللي فوق دي انا شويه كده وحابه زيهم برضو. فاحنا بنستعد لان الموضوع محتاج استعدادات. الحاجات اللي بتتعمل المائيه، الالعاب المائيه حلوه قوي هنا وكتير في مرسى مطروح او في المناطق اللي على حدود مرسى مطروح. الاوتيلات اللي هنا مهتمه جدا بالسياحه الاجنبيه، بيعملوا افكار حلوه جدا للرياضات المائيه، من ضمنها بقى الباراسيلينج. ولبسوني اللايف جاكيت علشان كامان، كعنصر امان. حتى لو الواحد بيعرف يعوم مهم قوي انه يلبسه. بيقولوا لي شويه ارشادات لو في ضغط، لو في اي حاجه حصلت بديهم علامه انهم ينزلوني. واللي بنستمتع بقى بالشمس والبحر الرائع ده والناس الحلوين هنا. ناس كمان متدربه ازاي تتعامل مع الاجانب، بيتكلموا اكتر من لغه، حابين جدا الشغلانه اللي هم بيعملوها، فعشان كده بتتقدم بنجاح. خليكم معانا، حلقه مميزه قوي قوي، هنشوف فيها حاجات حلوه كتير في مرسى مطروح. معانا مستر عيد ابراهيم وهو مدير عام الفندق. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم، مشرفينا في الفندق. كله تمام الحمد لله. بشكركم على الاستضافه، وخلينا نتكلم على حاجه مهمه جدا هنبتدي بيها دلوقتي. فكره التنميه المستدامه. الناس دايما تسمع كلمه مستدامه وبقينا بنقولها كتير، لكن في بعض الاحيان مش فاهمين ايه علاقتها بالسياحه. فلما بنتكلم على انه انا هيبقى عندي جزء من الاكتفاء الذاتي في ان انا بزرع منتجاتي بنفسي، دي حاجه طبعا عظيمه جدا. فخلينا نبتدي من النقطه دي وتحكي لنا كده هنا في الاوتيل انتوا نفذتوا ده ازاي، والفكره جات لكم ازاي، وازاي السائح ممكن يكون بيشارك في حاجه زي كده. وكمان في المطعم بيبقى مكتوب ان دي من انتاج الاوتيل مثلا. تمام يا فندم، الفكره جاتنا في مساحه موجوده جنب الاوتيل، فقلنا نستغلها. فاحسن استغلال للمساحه دي ان احنا نزرعها بحاجات تفيدنا في نفس الوقت تفيد الجست اللي بيجي لنا. فبدانا نزرع شويه حاجات في نفس الوقت سعرها غالي، هوريها لحضرتك دلوقتي. تشتريها من بره سعرها غالي. انا على سبيل المثال مثلا ورق لورو، انا زارع كام شجر ورق لورو، زعتر، روزماري، ده بالاضافه للخضروات زي الباذنجان اللي موجود، وفي فلفل، في عندي شجر زيتون، في عندي شجر تين، في عندي شجر مانجا. فكل الحاجات دي بنحاول نعمل اضافه، بالاضافه ليمون موجود برضه هوريه لحضرتك. فكل الحاجات دي انا بستفيد منها بدل ما اشتريها من بره. الحاجه دي بتاعتي، والحاجه دي تعتبر اورجانيك لان انا ما بحطش عليها اي مبيد، فبتطلع بطبيعتها من الارض، بتتروى ميه حلوه غير الميه بتاعت الزرع التاني اللي هو لو في زرع بيتروى بميه معالجه. لا، دي زرع خاص احنا بنستهلكه ادميا، فليه الميه بتاعته المخصوصه بيه، وليه الناس اللي هي بتراعيه. ده بالاضافه لكميه النخل اللي حضرتك شايفاها في الفندق دي. مستر فرج جايب لها دكتور مخصوص بيجي زيارات بيبص عليها كويس قوي على شهريا. شهريا في متابعه. النخل فيه محتاج حاجه معينه، احيانا بيبقى في مرض سوسه مثلا بتظهر في النخل، فبيبدا يعالجها اول باول. شايفه ناس كتير من الصعيد موجودين هنا، والصعايده بيعرفوا يزرعوا كويس ويعرفوا ازاي يتعاملوا مع الزرعه. طبعا رغم اختلاف المناخ والرمله هنا او التربه هنا ممكن تكون مالحه شويه، لكن بتعملوا ايه بقى في الموضوع؟ الناس اللي موجوده اصلا نقدر نقول عليهم فلاحين. اللي هو بيعرف يزرع، بيعرف يعني ايه يعتني بالزرع كمان اللي بيزرعه، من ناحيه النظافه، من ناحيه الري، من ناحيه التسميد، كل الحاجات اللي بيحتاجها الزرع. المنتج نفسه، انا قصدي الطين نفسه، الطمي نفسه بتجيبوه من الصعيد، ولا انتوا بتعالجوا التربه هنا؟
لا احنا بنعالج التربه بالحاجات الطبيعيه، يعني مثلا بنحاول نجيب تربه طينيه شويه مخلوطه ببعض الحاجات اللي هي خاصه بالزراعه اللي بتحتاجها، زي الكومبوست، زي الحاجات اللي هي بتحتاجها. كمان الارض هنا في الشتاء، عشان الشتاء هنا صعب، فلازم الارض تبقى في الشتاء تدفى شويه عشان الزرع يقدر يطلع. حاجات ممكن اه كويس. ده حضرتك درست زراعه بقى ولا من الخبره هنا عرفت المعلومات؟ لا حضرتك من خبره في مجالنا في الفنادق عموما، يعني انا بقالي 30 سنه شغال، فالحاجات دي بناخدها بالخبره الموجوده. كويس. طب تعالى كده نعمل جوله ونشوف ايه اتفضلي يا فندم. الزراعات اللي موجوده. يعني المساحه معقوله، بس هي ممكن تكون بتعمل مثلا كوين في المطعم. الشجره الصغيره دي زعتر، الله ايوه. يعني دي شجره زعتر، واللي جنبها دي برضو زعتر لسه صغيره. اظن سيوه وكل امتداد البحر المتوسط مشهورين بان هم بيزرعوا الزعتر. الحاجات الهربس دي بالذات بتبقى غاليه جدا وبتبقى نادره في اي مكان يعني. الاوروبيين قوي يقدروا الحاجات دي. الشجره الصغيره قوي دي اللي لسه طالعه دي روزماري. احنا بنضرب لكم مثل كده في المنطقه دي، لكن طبعا اكيد الزراعات فيها اكتر. طبعا في شجر مانجا عندي زي ما حضرتك شايفه، في عندي ده شجره مشمش. اظن الاجانب كمان الاوروبيين تحديدا يقدروا المانجا قوي اللي احنا الشجر وعليه ثمر كمان سعداء. لا المانجا كمان تحديدا عندنا مش موجوده في العالم، يعني موجوده بره بس تبقى حاجه بيعملوها زي مخلل مثلا. طبعا لكن احنا عندنا المانجا بتاعتنا غير، بتبقى فريده من نوعها غير المانجا اللي موجوده. الارض هنا بقى انتوا اسمها ايه دي اللي يعني مجرفينها وعاملين دي بنعملها نظام قنايه، بحيث ان هي بتتزرع ميه فوق. يعني مثلا ده كان مزروع نعناع، وده اخر الموسم بتاعه، عشان كده ابتدت تنشف شويه. بدأت تنشف شويه، فدي هتتقلب تاني وهتتزرع تاني حاجه تاني، ما ينفعش. نظام الري عاملينه ازاي؟ لانه طبعا الحاجات دي اكيد بتستهلك ميه كتير قوي. عندي ميه اللي هي الميه نظيفه الخاصه بيها موجوده اهي حضرتك، مصدر الميه بتاعها بتتروى سواء بالتنقيط، او لو في اماكن محتاجه تروى بخرطوم بنمد الخرطوم. بس بتبقى استهلاك معقول وفيها برضو نوع نظيفه محلاه. بتبقى احنا بتجيلنا كمان من القوات المسلحه جنبينا، متعاقدين معاهم بيوردوا لنا الميه الحلوه اللي احنا بنستخدمها في الفندق، في الحاجات اللي هي ما بتستهلكش كصحه الانسان يعني. طيب اظن الواحد لما بيشوف ثمار موجوده في الزرع دي بيعمله في حد ذاته سعاده، يعني سيبك من فكره الاكل حضرتك دي شجره ليمون. لو بصينا هنا نلاقي الليمون موجود. ده باذنجان. باذنجان باين بقى موجود. ده جماله الباذنجان. ده حكانا مسقعه هنا. وده موسم الطرح بتاعه، ده ممكن يوم ويوم بناخد منه وبندي المين كيتشن عندنا وبيطلع، سواء كان بيطلعها في السخنه او بيطلعها في السلطات. بعد الباذنجان بقى بس هنا دي شجره زيتون. الزيتون كمان هنا المفروض انه سهل في مرسى مطروح. مطروح بزراعه الزيتون والمنتجات بتاعته، والزيتون اساسي في مطروح. وفي حاجه اسمها زيتون تفاح، كنت اول مره اشتريه كنت من مرسى مطروح زمان، حاجه مش ممكن جمال. هي مشهوره كمحافظه مطروح بالزراعات منها الزيتون، ولو حضرتك طول ما انت ماشيه بتلاقي المعاصر شغاله، وبيبقى احسن زيت زيتون بيطلع فعلا من هنا من مطروح. انتوا كميه البتنجان كتير. لو بصينا للشجره دي اللي هي قدام حضرتك، ده ورق لورو. ده بتاع الشوربه بقى بتاعت الفراخ. بالظبط يا فندم. دي اللي هي بتتنشف بعد كده، يعني انا عندي الشجره دي في ناس ممكن تستعملها اخضر كده عادي. ممكن، بس ده طبعا غالي جدا.
فاحنا بنجففه، وممكن الثلاث شجرات دول يكفوني الموسم. اللي يخلي نبتة غالية ونبتة تانية رخيصة؟ يعني هل بتحتاج عناية جامدة قوي في الزراعة فده بيغلي سعرها؟ عناية جامدة وندرة النبتة نفسها. لو بصينا الناحية التانية بنلاقي رمان قدام حضرتك، دي شجرة رمان. بس الرمان ايه، شتوي؟ بيطلع في الصيف، آخر الصيف. ممكن تستعينوا بالجست انه يبقى بيشوف معاكم او بيشيل معاكم محصول، يقول لكم طب انا عايز اشوف الزراعات دي. هل بيتكتب في الاوضه ان او يعني بيتكتب في الدعايه للاوتيل الموضوع ده؟ لان ده في حد ذاته ممكن يجيب جست انه ياه قد ايه الاوتيل مهتم، قد ايه الاوتيل بيعمل زراعات عضويه، فده يخليه يتحمس اكتر. هو حضرتك الجست بيشوف الحاجة بنفسه، لأن دي الجست روم هي موجودة قدامنا، وطول ما هو ماشي في الووك واي، والووك واي دي بيؤدي لمطعم سمك قدامنا بيشتغل بالليل، هو شايف بعينه وبيشوف الناس بتجمع المحصول برضه، وبيسأل ده بيروح فين، ده بيروح على دي الكتش. لازم تتكتب في البروشور بتاع الاوتيل، لازم تتكتب في نوع الدعايه، لان دي نقطه مهمه قوي. والجست دلوقتي وبالذات بعد كورونا والامراض، الجست نفسه اتغير، بيدور دايما على صحته. حاجة مضمونة بالظبط كده، زي ما حضرتك بتقولي، بيدور على الحاجة المضمونة اللي هو يضمن موجودة قدام عينيه، وعارف مصدر الزراعة بتاعتها فين ومكانها، فبيبقى مطمن، بيبقى حاجة بالنسبة له بياكلها وهو سيفتي زي ما احنا بنقول في كده. اللجان اللي بتنزل تقيم الاوتيل ده ممكن يديك نجمه زياده، وبالذات نجمه الخضراء وعلاقه بالظبط صداقه. فعلاً، لسه بقول لحضرتك اللي هي الجرين ستار، بيبقى من ضمن الحاجات اللي هم بيشوفوها الحاجات الاورجانيك اللي هي مزروعة في الفندق، سواء كانت حاجات بتستهلك او حاجات تانية بتبقى كجرين اريا موجودة في الاوتيل. انا عارفه كمان انه دلوقتي كمان دخلتوا اللحوم، يعني بقى في كمان اهتمام بصناعه اللحوم، على فكره اسمها صناعه بقى. لكن هل برضو ابتديتوا تفتحوا مجالات انه يبقى فيه فراخ وبط وحمام كده، ولا لسه الموضوع ده تحت التجربه؟ هو تحت التجربة، لأن احنا بدأنا فيها، بس العدد اللي موجود ما يكفيش استهلاك طبعا المكان عشان كده ده يعني. يبقى حاجه زي كوين كده صغير. بالظبط، فنبتدي تحت التجربة معانا. ده فلفل برضو قدام حضرتك، فلفل اللي هو القرون ده؟ الفلفل الرومي اللي احنا بنقول عليه. رومي ولا ده القرون وفي قرون صغيرة زي ما حضرتك شايفة اهو، ده طارح اهو، ده اللي هو القرون الشطة الحامية. وزارعين في النص ورد وكده. ده اللي هي الوينكا. انا شفت ان في بعض السويت او كده محطوط فيه ورد برضو من منتجاتكم. بنطلع من الورد وبنحط في السويتات وفي الغرف، ولو في هاني مونر جاي برضو. فلفل رومي هو ده فلفل رومي. ده فلفل رومي شايفاه ده كمان في فلفل الوان، وده المفروض ان هو غالي عن الفلفل الرومي العادي. طبعا. ولو بصينا الناحيه الثانيه بنلاقي تين برضو، مطروح مشهوره بالتين. ده تين البرشوم، مطروح مشهوره بالتين البرشوم يعني. بالظبط يا فندم، بالظبط. ده امتى بقى يبتدي ياخد اللون بتاعه العادي؟ هو ده ممكن حضرتك لو حابين ناكله ممكن ناكله. هو ايه ده، في شوك ولا ايه؟ لا ما فيهوش شوك، بس انا بمسكها لحضرتك. طبعا من غير بقى ولا تتغسل ولا حاجه، لان هي مش نظيفه وعضويه وبتاع. بالظبط يا فندم. لا حلوه قوي، حلوه مع ان لونها اخضر، بس فعلا حلوه. هي بيبقى لونها على كده، ما بتاخدش يعني نوع من التين ده. بتاخدوها كده وتسيبوها بقى تاخد اللون البني بتاعها. لا ما هي دي بتبقى على لونها. حلوه قوي فعلا. النوع ده بيبقى على لونه بالنسبه للتين. ده بالاضافه لحاجه البلح زي ما حضرتك شايفه، برضه مطروح مشهوره. ايه الشجره دي؟ دي شجره ليمون. دي شجره تين برضه، زيها زي الشجره اللي هي كانت كنا عندها. ودي شجره رمان. لا بس فكره ممتازه. ده كل ده فلفل زي ما حضرتك شايف. اكيد في النعناع بتاع الشاي بتاعنا ده. طبعا النعناع بيبقى من عندنا، ما بنجيبش من بره. هنا دي فرن حطب، بنستخدم نوع معين من الاخشاب، بحيث ان هو لما بيصفى كده بنحط الاكل، بيبقى الاكل سموكت. بنعمل فيها الفول برضو بالليل، بيتحط فيها قدر الفول. العيش البلدي بتاعنا الحلو ده. العيش البلدي بنعمله بس مش على الفرن، دي فرن تانية بتبقى بالغاز موجودة عندنا برضو. احنا عايزين الفلاح، عارف الفلاح الهويه بتاعتنا دي، الفلاحه الست البسيطه اللي بتعمل بالفرن اللي هو الطين ده. تمام. ما هي لكن ده بيبقى لشوي كل حاجه ولا حاجات معينه؟ حضرتك ممكن لو هو مثلا عندي خروف بدخله في الفرن يستوي هنا، عندي ديك رومي بدخله برضو الفرن لما بتصفى هنا، اي طواجن بتتحط بتستوي هنا عن طريق الحطب.
ده على اساس المطعم القريب بقى من المطعم الرئيسي او المطعم القريب. مستر عيد، انا خدت بالي من حاجه، انه العماله هنا مبسوطين، وفي ناس بقالها 15 سنه واكتر، وفي ناس جايه من شرم الشيخ والغردقه ومرسى علم جايين مبسوطين هنا اكتر. الجو هنا طبعا يعني مبدئيا كده ان الجو هنا صيف شتاء، او يعني قول في الصيف فتره الصيف الجو بيبقى حلو قوي، غير مثلا شرم الشيخ والغردقه او مرسى علم بتبقى الدنيا حر قوي. بس احكي لنا كده العماله ازاي انتوا عارفين تتعاملوا بالحب ده وهم يبقوا عندهم انتماء كبير بالمنظر ده؟ بتختاروهم على اساس ايه؟ والتدريب فتره قد ايه؟ والفترات اللي كانت صعبة على الأوتيلات كلها، إنك أنت تحافظ على العمالة بتاعتك وتخليهم موجودين، دي حاجة كمان مهمة. بالنسبة لمنطقة الساحل عموما ومرسى مطروح بيبقى في صعوبة ان حضرتك تحتفظي بالعمالة، خصوصا ان احنا بنشتغل موسمي، بنشتغل 4 شهور في السنة، ممكن تمتد ل5 شهور. بس احنا كفندق من الفنادق احنا شغالين طول السنة. يعني انا ببقى شغال في الشتاء، الفندق مفتوح، العمالة بتاعتي موجودة، ما بمشيش حد، لان انا من الجست قليل. رغم من الجست قليل، بس انا بالنسبة لي كاوتيل صرفت على العمالة دي كاستثمار، لان العامل ده هو اللي منجح المنشأة معايا، فأنا ما بفرطش فيه. يمكن ودي مشجعنا السيد رئيس مجلس الإدارة، مشجعنا في الموضوع ده أكتر. يمكن السنة دي احتفلنا بمرور 15 سنة على افتتاح الفندق، كان عندنا عدد كبير من العمال بقالهم 15 سنة، فاتعملت جايزة مالية كويسة للي بقاله 15 سنة. يعني ممكن أقولها لحضرتك، 15 سنة أخد 15,000 جنيه، 10 سنين أخد 10,000 جنيه، 5 سنين أخد 5,000 جنيه. فدي بتعمل نوع من اللويالتي بالنسبة للمكان وبالنسبة للعمالة. بالنسبة للتدريب احنا عندنا برضو بنجيب غرفة المنشآت الفندقية ناس منها متخصصين في التدريب، سواء كان في الحسب الخاص بالفود سيفتي، او كان في الغرف بالنسبة للهاوس كيبنج، او كان في السيرفيس بالنسبة للفود اند بافرج. بيجوا دكاترة متخصصين، بنحدد لهم قاعة عندنا، الإقامة علينا، الترانسبورتيشن علينا، بيقعدوا بيعملوا دورات تدريبية لمدة اسبوع 10 ايام على حسب الدورة اللي بتبقى موجودة، وبناء عليها برضو العامل بياخد شهادة ان هو اتدرب في الفترة دي. انا بستفيد منه، بعلمه ازاي يبقى شغال كويس، ازاي يبقى عنده باك جراوند في المهنة بتاعته. بالطريقة دي انا بحافظ على العمالة بتاعتي وما بفرطش فيها، بعلمه، بسكل المهارة بتاعته. بناخد ناس لسه بتتعلم جديد وبنعلمها هي وصغيرة لحد ما تكبر معانا. عشان كده في ناس كتير اكتر من نقدر نقول يدخلوا على 70 80 واحد بقالهم 15 سنة في المكان. كتير قوي، وده اكبر دليل على ان الاداره ناجحه في انها تكون بتتعامل مع العمال بتوعها. طب خلينا، اخدت لفت نظري برضو حاجه، انه في نسبه اعاقات. انا عارفه ان الدوله اقرت 5%، بس خلينا نتكلم على ازاي بيتعاملوا هنا، هل مرتاحين هنا؟ وفي نفس الوقت هتكلم على الجست، انه في جست طبعا بيبقى ممكن عنده من ذوي الاعاقه، وفكره انه يبقى الاوتيل عنده استعداد انه يستقبله ايا كانت نوع الاعاقه دي ايه، ده وارد ولا لا؟ بالنسبة للجست، ماشي. بالنسبة للجست احنا عندنا المفروض طبقا لاشتراطات وزارة السياحة ان يكون عندنا 1% على الاقل غرف واحد للمعاقين بعدد مينيمم غرفة واحدة. لا احنا عملنا 3 غرف، يعني احنا 289 غرفة، جهزنا 3 غرف بكاملة التجهيزات بتاعتها للناس اللي عندهم إعاقة. كامل التجهيزات زي التجهيزات بالنسبة للمعاق بيبقى الباب الغرفة بيبقى بيفتح لبره، بيبقى وسعه أكبر من الباب العادي، كذلك باب الحمام أكبر من الباب العادي عشان يقدر يدخل لو في ويل شير. في عنده الحاجات اللي هي السندات اللي هو بيسند عليها في كل حتة موجودة في الباثروم، في الحمام اللي موجود. الشاور نفسه مجهز بكرسي ممكن يقعد عليه، لأن ممكن يكون الإعاقة في رجله، فما يلاقيش صعوبة ان هو يستخدم الشاور ولو حتى كان لوحده، فيقدر يبقى هو بيستخدم الشاور، بيستخدم الأوضة كلها ان سيفتي وايز، ما يجرالوش اي حاجة. بالنسبة للموظفين بتوعنا،
في ناس بتشتغل معانا اللي هي من ذوي الاعاقه اللي هم بنسميهم 5% من العماله، بيبقى اغلب الحاجه بيبقى شغل مكتبي بيشتغلوا. لو الاعاقه بتاعته ما تستدعيش ان هو يبقى موجود، انا ببعت له مرتبه لحد عنده هو في بيته. وفي عندنا حالات كده. حتى في الناس اللي بتزرع وكده في اعاقات جسديه لكن عارفين يتعاملوا كويس هو جدا. يقدر يشتغل بالاعاقه بتاعته بيشتغل. تدرس موقفه الاول. بالظبط الحاله بتاعته تستدعي ان هو يقدر يديني شغل، وهو عشان نفسيا هو برضه يبقى مستريح بنزله شغل. في نفس الوقت برضو بيبقى الامكانيات متسهله له شويه غير البني ادم العادي، اكيد طبعا بيبقى سهل ان هو يتعامل كمان يعرف. طبعا يا فندم طبعا. لانه الناس دي بالعكس في بعض الاحيان بيبقى عندها قوه اراده اكبر بكثير من اي حد تاني، فبيبقى لازم نستفيد من الطاقه اللي عنده. طبعا وبيبقى بالمساواه مع التاني عشان ما يحسش بفرق، يبقى زيه زي الشخص السليم في مرتبه، في البريفليجز بتاعته، في كل حاجه. خلينا نتكلم على الاوتيل. في بعض الاحيان بيبقى الخروج صعب من الاوتيل، لانه مثلا مدينه زي مرسى مطروح هي اكتر سياحه محليه، فبالتالي ما بنبقاش عايزين نعرض السياحه لزحمه والدوشه، وبالذات الاوروبيين يحبوا الهدوء وكده. خلينا نتكلم على انه ده ما يبقاش التقليدي اللي احنا اتعودنا عليه، يبقى غير، لازم اقدم خدمات للاطفال. فاحكي لنا كده ايه الايفنتس اللي بتعملوها للجست غير التقليديه، وفي نفس الوقت لو حبوا يخرجوا بره بتتصرفوا ازاي؟ هل في شركه مسؤوله عن الموضوع ده؟ بالنسبه للجست احنا عندنا المينيمم ستي 7 نايتس، وبعض الجست بيقعد 14 نايتس عشان حضرتك برضو ما يحسش بملل. انا عندي فريق الانيميشن بتاعي، فريق الانيميشن بيتكلم بكذا لغه عشان الجست برضو محتاج يفهم هو بيعمل ايه، بالاضافه لفريق الانيميشن اللي هو بيعمل. شايفاه بيطور نفسه، لان انا شفت حاجات معاهم ما شفتهاش قبل كده. تمام. سواء في الرقصات او في لو ما طورش نفسه احنا هنشوف غيره. لازم الجست بيدينا ان هو ساتسفايد، وبيبقى فيه سكور في الاخر بيملى اللي بنسميها جيست كومنت، بيبقى فيه منها جزء الانيميشن. لو في اي كومنت على الانيميشن بنرجع بنجيبه بنتكلم معاه. ما بنكتفيش بس بالانيميشن بتاعنا اللي موجود بيعمل اكتيفيتي بالنهار واكتيفيتي بالليل، لا ده احنا بنجيب اوتسايد شو، بنجيب حاجات من مطروح علشان يشوف ثقافة البلد، الرقصات المشهورة بيها مطروح، الاغاني بتاعت مطروح. بيبقى في يوم مخصص في الاسبوع. وبنجيب التنورة برضو اللي هو الهوية المصرية. بالظبط فاهم. تخصنا احنا بالظبط. ده بالاضافه بنجيب كمان حاجات من القاهره برضو عشان الجست بتاعنا الريبيتر بيجي لنا كذا مره وتعود على الحاجه دي. بنجيب بيلي دانسر من القاهره، بنجيب فنانين بيغنوا اجنبي وبيغنوا عربي، بيبقوا مقيمين معانا طول الموسم. الهويه المصريه زي ما دايما بنتكلم مهمه قوي. كمان احنا انت عارف امتدادنا الافريقي، انا عارفه ان في اوض كانت معموله على شكل افريقي وفي تجديد بيحصل على طول، بس فكره ان يبقى عندنا الهويه المصريه. عشان كنت بسال حضرتك عن الفلاحه المصريه، انه ازاي الجاست يجي يشوف الشخصيه المصريه عامله ازاي. حضرتك بتتكلم اهو عن التنوره، فبنتكلم عن الديكورات. في بعض الاحيان مصر مشهوره بس بالفراعنه، او يعني من اكتر حاجات اللي مصر مشهوره بيها الفراعنه. هل فكرتوا تعملوا حاجه قاعه اكنها متحف محاكاه للمصري القديم، ويبقوا ويشوفوا حاجات شبه اللي موجوده في المتحف الكبير، بحيث ان هو مش هيعرف يسافر في بعض الاحيان، فبيعملوا ايه؟ احنا فكرتوا في فكره انه تعملوا دمج او توصلوا الهويه المصريه للجست؟ احنا بنحاول نوصلها عن طريق الحاجات الايفنتس اللي موجوده، لكن عشان اعمل قاعه زي المتحف المصري او الحاجات اللي هي موجوده في القاهره صعب، وخصوصا ان الجست بيروح القاهره.
يعني الجست الشركه بتاعته بترتب له اللي هو وان في داي في الباكج بتاعته انه يروح القاهره، وسمعت سيوه كمان. بيروح القاهره وبيروح سيوه وبيروح سيتي تورز في مطروح نفسها. بيبقى مترتب، ينزل للمدينه نفسها. بينزل المدينه نفسها عن طريق الشركه بتاعته والجايد اللي موجود معاه. بينزلوا على الساعه 4 بيرجعوا على الساعه 10 بالليل. ده بالنسبه للسيتي تورز. لكن بالنسبه لرحله اليوم الكامل بتبقى رحله القاهره ورحله سيوه. وفي بعض الاحيان في بعض الجست بيروح اسكندريه كمان. وسيوه فيها حاجات في مصري قديم، يعني فيها كذا حاجه. فيها معابد موجوده هناك، معابد فرعونيه موجوده، وفي مشهوره بالملح هناك كمان. بيوروهم السياحه العلاجيه. بالظبط يا فندم، بيوروهم اماكن معينه، بيوروهم الحاجات اللي هي مشهوره بيها سيوه. بيشتري من هناك تمر، بيشتري من هناك الحاجات اليدوي، المنتجات اللي بيجيبها كسوفينيرز وكده. عارف الطلاينه، بما انه في اسواق كتير ومن ضمنها طلاينه انا شايفاهم هنا، عارفين يعني ايه زيت زيتون، وعندهم يعني اشكال وانواع من زيت زيتون، بس اسعارها بتبقى كبيره جدا. احنا عندنا منتج رائع من زيت زيتون، فهل انتوا بتعرفوا الناس بالمنتجات اللي عندنا هنا وممكن ينزلوا فعلا مرسى مطروح، او يقولوا لكم عايزين نروح نشوف معصره، لان دي متعه لوحدها؟ هو فعلا بينزل وبيشتري. يعني الجست نفسه بينزل في السيتي تورز دي، بيلف على مطروح الحاجات اللي مشهوره بيها البلد، بيجيب ليه ولاصحابه، وبيجيب زيت زيتون برضو. اكيد سعره هنا طبعا لا يقارن بأسعار. بالظبط، خصوصا الطلاينه، لان الطلاينه كل اكلهم بالزيت الزيتون اصلا يعني. صحيح. داخل في السلطه، داخل في الباستا بتاعتهم، داخل في كل الاكل بتاعهم. الشخصيات فعلا تقدر تحط خط عريض لكل شخصيه. الطلاينه دمهم خفيف وبيحبوا يشاركوا قوي في الايفنتس، وتلاقيهم متكلمين ومتحدثين، صوتهم حتى عالي. شبهنا شويه في حاجات يعني. متوسط احنا الاثنين الحقيقه. حتى وانا بعمل معاهم لقاءات تلاقيهم هم متحمسين، يعني عارف بعض الجنسيات الاخرى تقول لك لا. هل انتوا العماله عندكم مدربه على ازاي نتعامل؟ ده بلاش خلينا نبعد عنه، ده بيحب الهدوء، عارف في خطوط عريضه كده. لا الطلاينه لا يحبوا الانبساط، فتعالوا نزود جرعه الانبساط مع الطلاينه. هل ده وارد؟ بيدرسوا حضرتك بالنسبه للاسواق الطلاينه، السوق الايطالي مفتوح من زمان في مصر. بس مش بيروح كل حته، يعني حتى قالوا جدا من شرم الشيخ، قالوا جدا العالم. هم بيركزوا على المناطق الفيرجن اللي هي بتفتح جديد. يعني مثلا الحمد لله عندنا هنا الموسم بادئ معانا من شهر 6 لحد شهر 10، يعتبر ممتد عن الموسم السابق، ومبسوطين جدا لان الطلاينه بيحب يعشقوا حاجه اسمها بحر ورمال بيضاء وميه زرقاء والحاجات دي كلها. احنا كتعامل مع الطلاينه كجست، يعني يعتبر زي ما احنا بنقول بقينا فاميليار معاه، لانه هو بقاله فتره طويله بيجي يزور مصر. شخصيه منفتحه، هو طبيعته اختلافا للسوق الجديد اللي اول مره يجي. يمكن حضراتكم عملتوا لقاءات في سوق تشيكي معانا، فناس اول مره تطلع تيجي مكان زي ده. فبرضه كلغه تشيكيه احنا لسه برضه العدد اللي بيتكلم اللغه دي محدود. احنا جبنا ناس معانا بتساعد المندوبين اللي موجودين في المطار وهنا وهنا، لكن كلغه كعماله تتكلم لغه تشيكي دي لسه الموضوع. طب بس اوكي، هتلاقي بعد شويه الناس هنا الناس شاطره وبتعلم نفسها بسرعه. انا شايفه ناس من اللي بيشتغلوا معاهم 5 لغات وتعلمها نتيجه الخبره، مش نتيجه انه دخل ألسن او دخل اي كليه. هو لازم يتعلم، ويتعلم لغه شغله، مش شرط يتعلم ان هو يتعلم اللغه عشان يكتب مقال او كده. لا، بيتعلم الحاجات اللي هو بيشتغل بيها، اللي هي احنا بنقولها صباح الخير، صباح النور، كله كويس. الحاجات الطبيعيه اللي نقدر نفهم بيها اذا كان الشخص اللي قدامي مبسوط ولا مش مبسوط يعني. خلينا نتكلم على السبا، لانه برضو من الحاجات اللي فيها تطوير كبير وكل شويه في حاجه جديده. وبعدين ابتدينا نشوف الحمام المغربي، ونشوف مساج مش عارفه ايه، والزيوت الجديده والحجر السخن، يعني في تفاصيل. هل انتم مهتمين بالتفاصيل دي؟ وهل الجست بيطلبها؟ طبعا السبا احنا عندنا شركه مؤجره من عندنا السبا. مبسوطه ان انتوا بتدوا كل، يعني زي ما بيقولوا العيش الخبازه، مش بتعملوا كل حاجه. في بعض الاوتيلات تعمل، هي تبقى عايزه تعمل كل حاجه، وعشان كده ما بيبقاش نجاح يعني كبير. الحاجه اللي احنا بنفهم فيها بنشتغلها، الحاجه اللي احنا بنلاقي نفسنا ممكن ناس اشطر مننا فيها بنديها للناس دي. السبا احنا كشركه، احنا كاوتيل جددناه تجديد شامل. انا كل سنه بجدد له البنيه التحتيه بالظبط يا فندم. اي حاجه عنده مش شغاله، مفيش حاجه اسمها مش شغاله. جددت له السباق شامل بكل حاجه، بحيث يقدم سيرفيس، يعمل ساتسفاكشن للجست، تعود عليا انا كاوتيل ان الراجل ده يجيني تاني. ولما بيجي تاني ما بيجيش لوحده، بيتكلم. احنا بنسمي كده الورد اوف ماوس، اللي هي الحديث. هو ما بيكلمش واحد بس، ده بيكلم اصدقائه، بيكلم عيلته. وفعلا في ناس عندنا بتروح وتجي لنا مرتين ممكن في السيزون. انا سمعت ده واحده لسه كانت عملت معاها لقاء، كانت موجوده من شهر،
اللي هو اصلا ما لحقتش. فعلا يا فندم، هي راحت غابت اسبوع واحد ورجعت تاني. والميزه ان احنا سعرنا يعني بالمقارنه بنفس نفس الديستنيشنز او نفس الامكانيات والمقومات، احنا يعتبر سعرنا كويس جدا وبنقدم خدمات بشكل جيد. طبعا هو بيدفع فلوس بيلاقي مقابلها سيرفيس كويس، عشان كده بيرجع تاني. انا بشكرك يا مستر عيد، وجود لك كده ان شاء الله كل شويه نبقى معاكم، وبنشكركم على الاستضافه. شرفنا يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. اي اوتيل عشان تعرف تحدد الاوتيل ده مستواه ايه، انه نوعيه الاكل، ونوعيه الاكل بتفرق كتير، وبالذات لما نقول اول انكلوسيف دي، او اللي هو كله مفتوح للجاست انه يعمل اي حاجه هو عايزها، ياكل اللي هو عايزه، بيحضر فطار وغدا عشاء وفي سناكس طول الوقت، والكلام ده ما عليهوش اي تشارج زياده، هي في الباكج بتاعت الرحله. فبيبقى لازم قوي قوي نهتم بنوعيه الاكل. النهارده احنا يعني جربنا الاكل عجبنا جدا جدا، وسالنا فين الشيف عايزين نتكلم معاه، لقينا الشيف سيد. يا اهلا وسهلا شيف. يا فندم تشرفنا يا فندم. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام الحمد لله. سنه هنا بقى الاول كده؟ 6 سنين الحمد لله. طب احكي لنا كده ايه اللي حصل في البدايه. اولا انت متدرب فين، او اتعلمت طبخ فين، وانهي نوع طبخ؟ لا انا اتعلمت، انا شيف بسري اصلا. حلويات؟ حلويات شيف بسري. اشتغلت في اماكن كتير، وكنت خريج سياحه وفنادق، واشتغلت في اماكن كتير، والحمد لله يعني يعتبر المكان 15 ليا ده. استقريت في المكان ده عشان المكان ده فيه ميزات كتير ومستوى عالي هنا كبير. طب احكي لي بقى الاول، الحلويات دي ما هي سهله، وبعدين فيها فن كده، فيها مزاج. احنا عندنا الحلويات الشرقيه بتاعتنا اللي على مستوى بقى سوريا ولبنان وحتى الجزائر والمغرب، في انواع كتير قوي من الحلويات، واحنا مصر مشهوره كمان بحاجات كتير. فاحكي لي كده الحلويات الشرقيه الاولانيه الاول، وقول لي ازاي الاجانب بيحبوا قوي الحلويات الشرقيه تحديدا عن الجاتو والحاجات الفرنسيه. بيحبوها عشان مش موجوده عندهم، الحاجات دي قليله، واحنا هنا في مصر في البلاد العربيه بنتقنها جامد. هم ما عندهمش الاتقان ده، هم عندهم الغرب بس بيتقنوا فيه، واحنا الحمد لله مستوانا عالي في الغرب وفي الشرقي. احكي لنا بقى لما بيشوفوا الحاجات الحلوه والشرقي دي، ايه اكتر حاجه بيحبوها في الشرقي؟ البلح الشام جدا. لقمه القاضي دي عارفينها؟ ولقمه القاضي والبسكوتات كلها بانواعها، والبغاشه والبقلاوه بيحبوا حاجه. والحاجات بتاعتهم هم بقى التشيز كيك والترموسو عليها اقبال برضو، ولا هم بيبقوا مايلين اكتر من الاغلبيه كتير للشرقي، لان هم الحاجات دي موجوده عندهم كتير، فهم الاغلبيه في الشرقي. طب خلينا نتكلم يا شيف، ازاي مطعم في اوتيل يفرق عن مطعم تاني، وازاي انه الاكل ده من اهم الحاجات، يعني الجاست دايما يدور على ايه المطعم اللي بيقدم اكلات حلوه، ويروح الاوتيل، ممكن يروح اوتيل يختار اوتيل على اساس الاكل. فاحكي لنا كده ايه اللي انتوا بتعملوه عشان تحافظوا على جوده الاكل بقى بدايه؟ احنا بنحافظ بنبدا من الاول بنظافه المنتج بتاعنا، نظافه المكان والمنتج والخام اللي بنجيبها من مصدر كويس موثوق منه، وتصنيعها كويس، وبندرب ناس عشان تطلع جوده عاليه، يعني مش شغالين كده لكل حاجه بسيستم معين بنظام، عشان المنتج يطلع في الاخر بالمنظر اللي حضرتك شايفاه، ويرضي النزيل عندنا ويبقى مبسوط عندنا. سمعت انه في بعض الاحيان بيبقى عندكم اللحوم انتوا اللي مربيين الماشيه هنا يعني، او اغنام هنا، وبتقولوا للجست ان احنا مأكلينها عضوي، او هي متربيه على الحاجات العضوي، فدي فكره حلوه قوي. والزرع كمان، عارفه ان انتوا بتزرعوا هنا طماطم وشويه ودنجال وكوسه الجوده بتاعتها بقى، انت بتبقى فنان وفاهم الحاجه العضوي من الغير ده مش واخده اي مواد كيماويه خالص عندنا، يبقى طعمها احلى مفيده. دي بتيجي ما فيهاش اي مواد كيماويه،
طب احكي لنا بقى الايام بقى، انتوا كل يوم زي بعضه ولا لا؟ انا عارفه انه اغلب الوقت بوفيه اوبن بوفيه، فده بيخلينا ايطالي، في يوم ايطالي، في يوم مكسيكي، وكل يوم بوفيه معين. عارف الطلاينه، وانا عارفه ان هنا السوق الطلياني ناس كتير طلاينه موجودين بيحبوا اكلهم قوي وما بيحبوش اي تاتش يدخل على الاكلات بتاعتهم، فاحكي لنا. ما بيحبوش التوابل، بيحبوا حاجه بتاعت المكرونات تبقى مش مستويه جامد، لازانيا. اللي هي اليدنتي بيسموها، على دنت على دنت، ليه اللي استوى خفيف. تكون طريه قوي، تكون بتعض شويه. وبيحبوا حاجات كتير باللازانيا و... بالذات بانواعها، والباستا بانواعها. طب وايه تاني بتعمل يوم طلياني؟ ايه كمان؟ يوم مثلا مكسيكي، يوم مثلا اورينتال. الشرقي ده بقى ايه بقى بتعمل ايه؟ اورينتال بالنسبه للشرقي بيعمل جميع انواع الحاجات الشرقيه، بالنسبه للحلويات والسلطات والسخنه. لا يعني ممكن تعمل لهم محاشي، ممبار ممكن. ممبار ومحاشي وحمام وبط حمام جربت مره تعمل حمام؟ بيتعمل هنا حمام يا فندم. انت عارف الفرنساويين ياكلوا الحمام لكن مش كل اوروبا تحب. لا بس هم بياكلوه يعني. التست بقى عالي هنا بنظبطه والجست نوعيته بكل مشكل في الاكل الحمد لله. جربت مره تعمل لهم رز ملوخيه ولا ملوخيه؟ اليوم الشرقي بتعمل ملوخيه على طول ثابته. يسالوك بقى شاف تعالى عايزين نفهم ده ايه ازاي والطشه ازاي وده اغلبيتهم عارفين النوعيه دي اصلا وجايين يسالوا عليها. لكن ممكن جاست يقول لك انا عايزك تعلمني، عايز ادخل معاك المطبخ. بيحصل كتير. بتاخد مجموعه من الجاست مثلا وتوريهم بتعمل اكله معينه. ازاي بتعمل، عاوز اعرف الاكل بيتعمل ازاي فبنوريه بيتعمل ازاي. سمعنا كمان انكم اوقات تعملوا مسابقات للاطفال، يعملوا بيتزات صغيره ويعملوا. بيحصل هو بيحصل. بسكوت معمول بطريقه لطيفه. طريقه معينه للاطفال. كل الحاجات دي بنعملها هنا بيجي لكم لجنه مش بتبص لجنه مساحه، احكي لي كده. وانا عارفه ان في طبيب هنا كمان دكتور هنا على طول معانا، بس مش بيتابع صحه الجاست، لا ده كمان الاكل وكل حاجه بيلف عندنا. بص على اللحوم بوفيهات وعلى كل حاجه، وبيستلم اللحوم ويستلم كل حاجه يعني. كل حاجه ماشيه هنا بنظام وسيستم، وعندنا التفتيش كل شهر ثابت. مش مره حد طلب منك اكله غريبه وقال لك انا عايز اكله بالطريقه الفلانيه؟ يعني تشيكوسلوفاك انا ما اعرفش هم عندهم اكلات ايه مشهوره، بس هل بيطلبوا منك طلبات معينه؟ في ناس عارفه الحاجات دي بنعملها لهم. بيعملها مخصوص. كل في حاجات هو ما بياكلهاش او عايز حاجه معينه بنعملها له معينه على حسب ما النزيل عاوز. وفاهمين بقى هم المحشي بتاعنا ده، فاهمين فكره الكوسه المعوره والملوخيه ميرسي يا شيف، بشكرك شكرا. شرفنا منك. طبعا الباستا او المكرونه دي من اهم الاطباق اللي لازم تبقى موجوده في اي بوفيه على مستوى العالم، مش بس على مستوى مصر او في اي مطعم. ليه؟ لانه اكله حلوه لذيذه. طبعا العجينه بتاعه الباستا دي ليه طريقه معينه وحرفيه ازاي تعمل مكرونه حلوه او باستا حلوه. زي ما انتم شايفين كده عاملين بالباستا علم ايطاليا، زي ما انتم شايفين كده، مش عارفه باين مع نور ولا لا. عاملينه بالعجينه وطبعا او عاملينه بالباستا يعني. وعايزين نعرف ازاي بقى الباستا بتتعمل حلو، التسويه بتاعتها، الشطاره، لان شطاره الاكله بالذات الباستا بشكل عام انها مش المفروض انها تبقى مستويه قوي ولا المفروض انها تبقى نيه او بتعض جامد. المفروض انها تبقى هم بيسموها بالطلياني اليدنتي يعني. فتعالوا كده نشوف شيف وهو اللي بيعمل مكرونه، تعالوا نشوف بيعملها ازاي، بيجهزها ازاي، لان طبعا الباستا دي فيها انواع واشكال، وفي ناس حتى بتاكلها كحلو مش بس كحادق. فتعالوا نشوف كده ايه الاخبار. ازيك يا شيخ؟ ازي حضرتك يا فندم؟ النهارده ايه، اليوم طلياني ولا ايه؟ لا احنا كل يوم طلياني حضرتك. كل يوم على اساس في ناس كتير طالعين هنا. يعني بنسبه 50% عندنا جست ايطالي يعني. اولا انت شيف هاني؟ انا الشيف هاني بقالك قد ايه هنا في مرسى مطروح؟ حضرتك انا من هنا 2018 يعني.
من 2018 انا موجود هنا. يعني انت بقالك 5 سنين مثلا؟ بالظبط كده حضرتك. وقبل كده كنت في ايطاليا، يعني كنت شغال في ايطاليا يعني كده. طب احكي لنا بقى المكرونه اسرارها ايه؟ اولا انت لما تيجي تعمل مكرونه بتعملها ازاي؟ لان انا عارفه ان سر الصنعه في العجينه نفسها. قول لي ايه عباره عن ايه وايه وايه؟ الباستا بتاعت العجينه بتاعت المكرونه نفسها بتبقى يعني عباره عن بيض ودقيق. طبعا في دقيق 00 وفي سيمولا يعني بنضيفها برضو مع العجينه وكده. تمام. بس الاساسي فيها البيض، يعني البيض والدقيق بس يعني. طيب انا عارفه ان في بقى انواع الفريدو واحنا بنسمي وفي بانا وفي سباجيتي، فاحكي لي كده ايه الانواع المختلفه بتاعت المكرونات وبتعرفوا تعملوا كل الانواع؟ حضرتك المكرونات اللي هي الفريش الايطالي كلها يعني الحمد لله بنعرف نعملها كلها. تولياتيلي، رافيولي، تورتوليني، يعني كل حاجه وليها مثلا مسمى على حسب شكل المكرونه. تمام. والحشو اللي يبقى فيها مثلا يعني. طب اكتر حاجه بتطلب منك ايه؟ البولونيز اللي هي بلحمه مفرومه؟ بالنسبه للمكرونه العاديه البولونيز. اما بالنسبه اكتر حاجه بتطلب منك؟ البولونيز لا، في حاجه اسمها الرافيولي. ده مكرونه فريش بنعملها احنا هنا برضو. دي اكتر حاجه مطلوبه يعني بتطلب. الرافيولي دي اللي بتبقى محشيه من جوه حاجه؟ محشيه حضرتك في جبن او مشروم او ريحان مثلا، صوص ريحان وكده يعني. تمام حضرتك. والوايت صوص ده قصه تانية خالص. الوايت صوص حضرتك يعني احنا بنصنعه برضه هنا، وبيبقى مثلا عباره عن دقيق ولبن وزبده. طب حضرتك حط عليه كريمه شويه؟ بنضيف عليه كريمه برضه. تمام. ونشتغل فيه في الالفريدو وفي المكرونه الوايت صوص يعني. لكن قول لي، في حد طلب منك مره مكرونه غريبه؟ يعني انا سمعت ان في مكرونه بتتعمل ممكن بالمحلو زي الشعريه اللي بتتعمل بالسكر والقرفه دي واللبن. ممكن حضرتك يعني، في ممكن ناس بتطلب مثلا، بس يعني مش غريبه قوي يعني. بس بطلب يعني تونه، بيطلب مثلا حاجات ممكن ما تبقاش موجوده بقى هنا يعني، لكن مثلا حاجات زي كده وتجيب لهم وتعمل لهم. اعملها حضرتك كلها. مبسوط هنا بقى خلاص يعني، مستقر هنا في مرسى مطروح؟ تمام حضرتك الحمد لله تمام. بتروح بقى تنزل بحر لما يبقى عندك اجازه وتقضي وقت لطيف؟ طبعا اكيد. اصلا منين؟ انا حضرتك من اسكندريه. من اسكندريه. اسكندريه؟ طب ده انت عندك نفس البحر يعني، بس طبعا مع فارس هنا الازرق ازرق. مبسوط هنا؟ بالظبط. عيلتك بتجيلك هنا اوقات؟ ليه؟ حضرتك بيجوا كل سنه يعني. بيجوا كل سنه. ميرسي يا شيف هاني، ميرسي قوي. كام سنة هنا؟ أنا بقالي 15 سنة. منين أصلا؟ أنا محافظة جنة. محافظة جنة. من الصعيد. الله. طب قول لي مبسوط هنا؟ طبعا. طبعا. طب قول لي حضرتك متخصص في إيه بقى هنا في المطعم؟ الشيف العمومي هنا. إيه دور الشيف العمومي؟ إيه الحاجات اللي أنت بتعملها؟ دور الشيف العمومي بيبقى هو دايما متواجد على مسؤول على كل البوفات اللي حضرتك شايفاها دي. بيجي الصبح بيوزع الاستاف بتاعه، ده في الجارد منجيه، ده في السخن، ده في الحلواني، ده في الخباز. بيبقى هو دايما مسيطر بتعمل لهم اجتماعات على طول؟ بتقول لهم ايه اهم حاجه ايه؟ اول حاجه بيبداوا بيها ان احنا لازم يبقى عندنا سيستم معين في تطهير الاكل، في طبعا تعقيم، في النظافه. دي اهم حاجه. الثلاجات بتاعتهم كلها لازم تكون عليها الاستيكرات، معروف هو بيعمل ايه. شغال على بلانشه نظيفه، الكلافز بتاعه دايما باستمرار. دايما بيبقى الحاجات دي انا اول حاجه بتابع فيها. النظافه بتاعه المطبخ طبعا نظافه يوميه، كل تلت ساعه الطباخ بيروح يغسل ايده طبعا ويعقم ايديه وبتاع قبل ما يشتغل. دي معروفه. نظافه المطبخ يوميا دي لازم، يعني كل ساعه بالظبط لازم المطبخ بيتلم وبيتنظف، ترابيزات بتتعقم، كل الكلام ده اساسي. اوقات بتعملوا اكلات بقى من الحاجات اللي انتوا زارعينها ولا بتعملوا حاجات؟ ده طبيعي يعني. بتقولوا للشيف، بتقولوا قصدي للجاست ان انتوا الاكل ده من عندكم وانتوا زارعين؟ دي طبعا، بالذات طبعا كل المصريين بيسالوا على الاكل، احنا بنقول الحاجه دي طالعه من عندنا احنا.
احنا بنزرع على فكره خضار، وبنزرع البتنجان والكوسه، احنا عندنا مزرعه هنا بنزرع الحاجه دي. عندنا برضو المزرعه الثانيه لما يكون في لحوم بلدي وحاجات زي كده برضو بنجيبها من عندنا. يعني الحمد لله احنا المنتجات بتاعتنا هي اللي احنا بنشغلها. قولي ايه اكتر الاكلات اللي الناس بتحبها هنا قوي او دايما يطلبوها منك او يبدوا بقى سعاده لما يشوفوها؟ هو طبعا الطلاينه بيحبوا المعجنات، المصريين بيحبوا الاكلات الشرقي، محاشي محشي وطبعا البط، خرفان، الرومي، الحاجات دي طبعا كمصر. لكن الاجانب كمان بيبقوا عايزين يجربوا، يعني سيبك من الطلاينه بيحبوا المطبخ بتاعهم بس، لكن احنا موجودين تشيكوسلوفاكيا، موجودين من بلاد كتير يحبوا بقى ينوعوا ويشوفوا الاكلات المصري. ده اساسي. طبعا احنا عندنا هنا البوفيه الشرقي لما بنعمله هم بيسالونا ايه الحاجات دي، فاحنا بنتكلم معاهم ونقول لهم ده ايه، بتعجبهم الاكلات يعني بالذات الكشري. بيحبوا الكشري، اصله اكله نباتي خد بالك. طبعا الكشري عندهم يعني حاجه حلوه. لما يجي بيسال مثلا كشري فهو مستغرب، يعني شايف رز مع عدس مع بتاع، بقول لهم دي الاكله بتاعتنا احنا المصريين. بتعجبه بيجي تاني، يعني بياخد طبق وبيجي تاني ياكل، يمكن كمان ما بيبصش على البوفيه في اليوم ده. خلاص بيكتفي بفكره الكشري، بيكتفي جدا بيه وبتبقى عاجباه. طبعا بالنسبه للاكلات التانيه بتبقى موجوده هنا، الفته والكلام ده كله برضه بتعجبه. الفته بتاعتنا طبعا كل حاجه زي كده احنا بنعملها يوم البوفيه الشرقي، الاجانب كلها طبعا بتحبها يعني. ميرسي يا شيف، ميرسي يا شيف مصطفى. انتوا شرفتونا بجد يعني.